اليوم تلعب المملكة المغربية الشقيقة المنتخب المغربي الشقيق والمرشح بالفوز بكأس العالم. اليوم نحن الجزائريين كلنا مع إخوتنا الأشقاء المغاربة، نتمنى لهم التوفيق والحظ الأوفر في مواجهتهم أمام هولندا. مهما كان الرياضة هي تجمع القلوب وتجمع الأخوة وتجمع حتى الأعداء. إيران وأمريكا بيناتهم ولعبوا في نفس المونديال وسافر الفريق الإيراني، فما بالك نحن مع إخوتنا المغاربة. مشكلتنا عمرها ما كانت مع المغاربة، وما عندنا حتى مشكل مع المغرب الشقيق، عندنا مشكل فقط مع النظام اللي عنده أفكار توسعية. لكن نحن كبلد نعرف قيمة الثورة والنار والتحرر، طبعا دائما نساند القضايا التحررية وضد التطبيع مع أي كيان يضطهد ويقتل أبرياء. خطأ كبير من المغرب هذا التطبيع، خطأ كبير مع التطبيع، ولكن الفريق الوطني المغربي ندعمه بكل روح وبكل حب. ياسين بونو، أشرف حكيمي، سيباري، كل اللاعبين جودة عالمية. حتى البرازيل مع كارلو أنجيلوتي الجوت، عراب المدربين، لم يفهم دواليب عمل الفريق المغربي. المغرب طبعا فريق المغرب يعكس ثورة اقتصادية واجتماعية وثقافية في المغرب. هناك صناعة متطورة، هناك أفكار، هناك ستارت ابس، هناك في المغرب هناك شيء جميل يحدث الآن. لو كان المغرب اشتغل فقط على الجانب الاقتصادي وعلى الجانب الثقافي وعلى الجانب، أكيد سيضاهي الدول الأوروبية. وشفنا في كأس إفريقيا الأخيرة طراز أوروبي، ملاعب أوروبية، جودة حياة. قلت هذه مستحيل تكون المغرب. كانت عندنا نظرة دائما عن المغرب أنه شعب فقير لكن شفنا في كأس إفريقيا أنه حقيقة هناك عمل وهناك تطور وهناك نفرح. ونحن إخوتنا المغرب جودة الحياة في المغرب نفرح لإخوتنا المغاربة، لكن لا نفرح للتطبيع ولا نفرح للاستعمار. هذا خطوط حمراء. حتى ولو أنتم إخوتنا في المغرب بعد الثورة مباشرة هبط المواطنين تعبانين والجزائر تعبانة من الثورة، وهجم علينا المغرب وأراد أن يأخذ. هذا لا يحدث بين الإخوة، هذا لا يحدث بين الإخوة والجوار الطيب. لذلك دائما نحن ندعو إلى جوار أحسن وإلى علاقات أحسن وإلى أخوة. مستحيل أن تفزدها الكلام الجانبي، مستحيل. هناك دم، هناك مغاربة دفعوا أموال ودعموا الثورة. لا ننكر هذا، خطي شارل وموريس. هناك حقائق تاريخية على دعم المغرب الشقيق المغاربة ولقاء هواري بومدين مع حسن الثاني، كانت هناك حلت جميع المشاكل. لذلك أنا أتمنى التوفيق للفريق المغربي، نتمنى التوفيق لأشرف حكيمي، ربما راح يفوز بالكرة الذهبية ويكون أول عربي مسلم يفوز بالكرة الذهبية. لذلك good luck المنتخب المغربي. وإذا وصلك الفيديو اضغط اللايك واضغط زر الاشتراك، ومرحبا بك في قناتي. خلي القناة تكبر وتكون واجهة للمحبة والحب والأخوة والصدق. سلام.